كان بعيد عننا بقاله فتره كبيره، فاحنا ما صدقنا طبعا ان احنا نشوفه. طبعا انا بشكر مهيب ان هو جاب لنا الحاجات دي، طبعا الناس كانت نفسها تشوف الحاجات دي هناك يعني. نادي الزمالك النهارده لحظه بلحظه، ومهيب داخل معاهم في البوفيه وفي العشاء وداخل في الحلو، برضه هيخطف الكاس ويمشي، هيعمل حاجات كتير النهارده مهيب يعني. خد بالك يا كابتن سيف ان الناس فعلا بكل الانتماءات هي عايزه تفرح يعني، طبعا. عايزه اي حاجه تفرحنا يعني. طبعا انا يعني كابتن احنا عندنا فرحتين النهارده، ان مهيب بيغطي من هناك وان الزمالك كسب وان حضرتك عندنا. ربنا يخليك، ده انا سعيد ويشرفني ان انا قاعد معاك. لا شرف لينا يا كابتن. شرفنا. نروح بقى مع مهيب برضه حضرتك نشوف التورته دي ايه وفين بقيه الحلويات. اتفضل يا مهيب. مهيب سمعنا ولا راح مننا في الاحتفالات؟ مهيب انت سمعنا؟ انا سامعك كابتن سيف، سامعك، بس انا عايز يعني الصوره تبقى الناس شايفين ايه اللي بيحصل هنا في احنا على الهواء مباشره، فعايزين نعيش الناس لحظه يمكن الصوره التذكاريه اللي بياخدها نادي الزمالك مع كأس مصر. يمكن لعيبه دلوقتي يمكن بياخدوا يدوا مع بعض، بينظموا نفسيهم هيقفوا ازاي، مين هيقف ورا مين هيقف قدام، القصير قدام والطويل ورا، يعني بيتناقشوا في المواضيع دي يا كابتن سيف. احتفال مهيب دلوقتي في مرحله اذاعه الاحتفال. الملاعب اليوم خاصه يعني احتفال خاص زي ما قلت لكم. معانا الكابتن اشرف قاسم النهارده في الاستوديو، وهو ده الاحتفال الكبير بتاعنا النهارده. نادي الزمالك بيحتفل من هناك في الجونه، الزميل مهيب عبد الهادي معاهم الحقيقه لحظه بلحظه. شغل النهارده مكوكي المهيب من الحقيقه من تغطيات ما قبل المباراه للمباراه لاحتفال خاص دلوقتي. لسه كنت بتكلم مع الكابتن اشرف، قال لي ممكن تشوفوا اي حاجه على اي قناه، بس تشوفوا احتفال بالمنظر ده او تعيشوا مع الفريق لحظه بلحظه، ده لا يمكن تشوفوه غير في الملاعب اليوم على شاشات الحياه مع مهيب عبد الهادي من الجونه طبعا، لان هو مش هيسيبهم النهارده حتى لو راحوا يناموا، هيخش برضو يكمل معاهم الاحاديث. طب انا عايز اطمن على مهيب ان هو عايش، بس هو ده يعني اطمن ان هو صاحي ما بياكلش او ما دخلش يتعشى. بس انا مش هخش في الكادر دلوقتي. الصوره للاعبي نادي الزمالك. Thank you. My pleasure. My pleasure. احنا معاكم اعزائي المشاهدين، والاستاذ الدكتور كمال فين؟ الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك. تاني؟ لسه معاهم هناك. تاني معاهم هناك. طب الدكتور كمال جنبك اهو، جنبك اهو. فين؟ لا والله ده هو ناجح جدا في انه يوصل الرساله دي. حقيقه فعلا دي حاجه جميله جدا، احنا كلنا كان نفسنا نتفرج عليه حقيقي بجد، مش مجامله، لان هو شغله كويس جدا. سعي ورا الاحتفاليه دي، اعتقد ان كل الناس كان زي ما بقول لحضرتك الزملكاويه نفسهم كانوا يشوفوها، اللي ما قدروش ان هم يكونوا متواجدين كمان، حتى اللي متواجدين اللي في الملعب طبعا هم مش هيشوفوا الكلام ده زينا يعني. هو ده دي نجاح، ده احساس جميل جدا لفرحه اللاعبين في التوقيت ده يعني. غير بكره يعني الفرحه هتقل شويه، لكن فرحتهم النهارده زي ما انت شايف، اعتقد زي ما قلت لك احنا كنا مفتقدينها بقى لنا فتره، فيعني الحمد لله ما صدقنا
ومهيب استغل الفرحه دي استغلال رائع جدا. يعني الانترفيو اللي عمله مع كابتن حلمي اعتقد ده حاجه جيده جدا، ان انت صعب ان انت تعمل انترفيو بعد لو حضرتك صعب انك تعمل الانترفيو مع المدير الفني من داخل الغرفه. بيبقى صعب فعلا. هو ده. لكن بيبقى في ثقه ما بين طبعا المسؤول وكمان اللي بينقل هو حضرتك غير الثقه، هو برضو دور في النهايه على الدكتور كمال درويش وجابه. انا كنت متاكد يعني دكتور كمال درويش ده لو في الطياره كان هيطلع يسجل. لا احنا بنبارك له من هنا كمان. اتفضل يا مهيب، معاك اتفضل.